السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه معاكم اعمل لكم الحلبة المعقودة اللي هي بالعسل. دلوقتي هنشوف المكونات بتاعتنا. 2 كيلو عسل، كوباية زيت، معلقتين من المغات، دي حلبة مطحونة، سمسم، سوداني. طبعا السمسم والسوداني دوت بتاعك، تكتري تزودي تقللي بتاعك انتي. 3 معالق دقيق. دلوقتي اول حاجة هنعملها مع بعض، جبنا الحلة كده وحطيناها على النار ونزلنا كوباية الزيت بتاعتنا، واول ما هتسخن هننزل مع بعض بالسمسم. هنحمره شوية كده يبقى لونه ذهبي هو والسوداني، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين، اول حاجة هننزل بالسمسم كده، يعني هنقلب فيه شوية بتاع دقيقة كده، وبعدين ننزل معاه بالسوداني. طبعا يظهر عندكم ان الزيت كميته كبيرة، بس لا، هو كميته كده مظبوطة جدا. كوباية زيت على 2 كيلو عسل. انا هنا كنت جايبة 250 جرام سمسم و250 جرام برضو سوداني، يعني ربع كيلو وربع كيلو. هقعد بقى اقلب كده فيهم، وبعدين هنزل خلاص بقى بالسوداني عشان افضل اقلب فيه لغاية ما يبقى لونه ذهبي، ومبطلش تقليب، يعني اقلب باستمرار عشان ما فيش حاجة فيهم تتلسع مني ولا قدر الله تدي طعم وحش في الحلبة بتاعتي. فلازم باستمرار اقعد اقلب اقلب ومتحركش خالص من جنب الحلة بتاعتي طالما هي على النار. وخصوصا اللي انا بعملها في حلة ستانلس، فغالبا الحلة الستانلس يعني بتلسع شوية الحاجة، فانا عشان كده كنت باستمرار بقعد اقلب. هنا فصلت شوية ورجعت تاني اوريكم. لسه برضو ما جابتش اللون اللي انا عايزاه. هو ده يا حبايبي اللون اللي انا عايزاه. بصوا، السوداني بقى لونه ذهبي والسمسم كمان، فخلاص هو كده جميل جدا. هنزل بقى بباقي المكونات اللي معايا اهو. هنزل دلوقتي بالدقيق. انا اتلخبطت وبعدين جبت المغات، قلت لا الدقيق الاول وهكذا، فقلت بقى ايه، احط المغات الاول، اقلبه معاها تقليبه كويسه برضو ياخد لون كده ماشي، وبعدين هنزل بقى بالدقيق باستمرار باستمرار نقلب. هننزل بقى بالدقيق مع بعض دلوقتي اهوت، وكل دوت على نار متوسطة مايلة للهادية شوية، ما تكونش ايه النار عالية عشان برضو ما تلسعش معايا الحاجة وتطلع الحاجة كويسة ومظبوطة. الحاجات دي بالذات يا جماعة بتبقى محتاجة الهدوء، مش محتاجة صربعة، مش محتاجة يكون وراكي اي حاجة غير الحاجة دي عشان تطلع معاكي مظبوطة وطعمها كويس. تمام كده. نقعد برضو نقلب شوية علشان الدقيق والمغات برضو ياخدوا اللون الذهبي معانا. تمام.
انا قصدت اصور معاكم كل دوت بدون مونتاج بدون تسريع عشان تشوفوا الوقت قد ايه اللي انا عملت فيه الحلبة، واللي انا احتجت فيه التقليب المستمر. يعني شايفة ان كده احسن شوية. تمام خلاص، انا هنزل بقى بالعسل بتاعي، كل حاجة اخدت لون والدنيا تمام كده. هنزل معاكم بقى بالعسل. بصوا بحاول اجيب من الجناب، لان لو سبتها كده في الستانلس بالذات بتتحرق يعني. هنا خلاص هنبدأ ننزل بالعسل بتاعنا، طبعا مع التقليب المستمر اهوت كده. هنبدأ بقى نعلي النار شوية، وكده اول كيلو هحط بقى طبعا البرطمان التاني، هو الكيلو التاني برطمان كيلو. راح نازلة بالتاني برضو كده. احنا خلاص نزلنا كل حاجة، فاضل بس معانا الحلبة المطحونة. طبعا دي اخر حاجة بتتحط، ومش بتحطي الكمية كلها اللي انتي شارياها مثلا. انتي بتحطي واحدة واحدة لغاية ما تحسي ان هو كده خلاص ريحتها طلعت وكمان بقى طعمها كويس. ما تحاوليش تكتري، لان كترها ممكن يعمل مرارة في الحلبة بتاعتك. فانا بالنسبة لي حطيت على 2 كيلو عسل 5 معالق حلبة ممسوحين، مش معلقة هرمية كده، لأ، 5 معالق كبار يعني ايه ممسوحين خالص. تمام كده، وحطيتهم واحدة واحدة. هتشوفوا كل ده طبعا معانا عشان تطلع معاكي الحلبة بتاعتك جميلة، مش فيها اي مرارة ولا الكلام ده. تمام. في ناس وقت غليان العسل بينزلوا بنص ليمونة، ممكن تعمليها عادي. انا ما عملتهاش الحقيقة، وربطت معايا كويس جدا. لعمل كده 3 معالق الدقيق اللي انا بحطهم في الاول والمغات وكده بيربط الحلبة معايا يعني. تمام. عايزة تحطي ليمونة تمسكها اكتر انتي حرة، بس انا ما حطيتش بصراحة. هقعد بقى اقلب كده شوية لغاية لما الحلبة بتاعتي تغلي. مع اول غلوة بروح حاطة فيها الايه الحلبة المطحونة. زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ انزل بقى بالحلبة معلقة معلقة وادوبها كده في العسل او في الحلبة بتاعتي. خلاص يعني بروح مزودة كمان معلقة لغاية كده ما حسيت ان خلاص الريحة بتاعت الحلبة طلعت وظهرت. بستكفي كده يعني. فزي ما انا قلت لكم المقدار 2 كيلو عسل عليهم 5 معالق كبار حلبة مطحونة، بس ال5 معالق يكونوا ممسوحين. تمام كده وبس كده. انا خلصت الحلبة بتاعتي، قفلت عليها وهي ده شكلها. يا رب يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. وهي دي طريقة الحلبة المعقودة حبايبي. يا رب الطريقة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم وبسيطة. اتمنى منكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة